الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج في الشبكه وتحليل مباراه الزمالك وطنطا في الدوري العام واللي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه شيكابالا من ضربه جزاء. تشكيل الزمالك والكابتن مؤمن سليمان لعب بطريقه مختلفه لحد ما على الطريقه المعتاده، لعب بطريقه 4-2-3-1. كان التشكيل احمد الشناوي في حراسه المرمى بيرجع مره ثانيه للمشاركه، حسني فتحي باك يمين، شوقي السعيد واحمد دودار 2 قلب دفاع، محمد ناصر باك شمال، 2 في نص ملعب دونجا واحمد توفيق، وثلاثي شيكابالا ايمن حفني استلي واحمد جعفر مهاجم. الزمالك كان عنده مشكله في الشوط الاولاني، المشكله هي ان الزمالك من بدايه المباراه ودي نقطه مهمه بيلعب قدام طنطا من بدايه المباراه لغايه نص الشوط الاولاني او يمكن كمان من بعد كمان نص الشوط الاولاني كمان، وهو لعبه كله عباره عن تمريرات بالعرض في نص ملعبه. يعني شفنا خط دفاع الزمالك ونص ملعب الزمالك بيضيع وقت كتير جدا في ان الكره معاه عمال يباصي بالعرض، تمرير بالعرض وكمان تمرير في بطء، وطبعا ده اندل فبيدل عن عجز. انت لما تلعب تمريرات بالعرض مش تمريرات لقدام يبقى انت معاك الكوره مش عارف تعمل بيها حاجه. واحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان الزمالك بيلاعب طنطا صاحب المركز الاخير، يعني منطقي ان ننزل بدايه المباراه طنطا عامل مليون حساب للزمالك، الزمالك هو اللي ضاغط، هو اللي زانق، هو اللي نقل خطوطه كلها في نص ملعب طنطا وضاغط، مش العكس. الزمالك هو اللي خطوطه كلها في نص ملعبه وعمال يباصي بالعرض، وطنطا هي اللي بتضغط على الزمالك، وده اللي صعب الامور على الزمالك في الشوط الاولاني. فريق طنطا من اول دقيقه وهو بينفذ الضغط على الزمالك في كل حته في الملعب وبعرض الملعب، وكمان ضغطه كان مبكر، يعني بتلاقي خط هجومه بيضغط على دفاع الزمالك، وده عشان كده بنقول ان الزمالك دفاعه وخط وسطه استهلك وقت كتير ان هو عمال يباصي بالعرض، بيمر بالعرض لانه مش عارف يطلع كره لقدام مضغوط عليه. ويمكن ده نشوفه ممكن في عدد الفاولات اللي حصلت، وكمان بعض الفاولات كان فيها عنف من فريق طنطا، لان كان واضح دي تعليمات من المدرب او تعليمات من اللعيبه نفسها بيضغطوا بقوه على اي لاعب من الزمالك مع الكوره. طبعا في سؤال مهم بيفرض نفسه في مباراه النهارده، فين ستانلي؟ او ليه ستانلي كان مختفي ومستوى وحش؟ ستانلي في الشوط الاولاني بالاخص كمان تقريبا كل الكور اللي وصلت له، او نقول برضه عشان بدقه اغلب الكور وصلت له بطريقه واحده، هي ان ستانلي بتلعب له الكره من ورا بنص ملعب او من خط الدفاع، بتلعب له الكره تقريبا في نص ملعب في النقطه دي، وستانلي يجي جري ينزل لغايه نص ملعب عشان ياخد الكوره. يعني بتلعب له في نص الملعب وستانلي يجري مسافات كبيره جدا وظهره لمرمى طنطا، وفي 2-3 من لعيبه طنطا ضاغطين عليه عشان ينزل يستلم في نص الملعب الكوره. فتخيل ان ستانلي طول الشوط الاولاني اللي مفترض بيعمل فعاليه من تحت المرمى او في مساحات يجري منها، لا بتنزله جري من عند مرمى طنطا لغايه نص الملعب وظهره لمرمى طنطا و2-3 ضاغطين عليه وعاوز ياخد الكوره ويلف ويستلم ويشتغل بيها، وطبعا صعب جدا. ده غير كمان نقطه مهمه جدا متعلقه بستانلي، ستانلي يقدر يلعب كجناح زي كده ما كان بيلعب النهارده قدام طنطا، لما يكون بيلعب قدام فرقه معتدله شويه، يعني فرقه متوازنه بين الدفاع والهجوم، فعندها مساحات في الدفاع يقدر ستانلي يخترقها هو جناح ويدخل لجوه يخترق في المساحات دي. النهارده طبعا ده ما كانش موجود. ضيف على كده كمان ان الزمالك اعتمدوا النهارده من اول دقيقه في المباراه ان عنده الاجنحه محمد ناصر وحسني فتحي الاثنين طايرين لغايه قدام، ما حدش فيهم كان متراجع ورا، فبالتالي محمد ناصر هو اصلا بيتحرك في المساحات بتاعه الجناح اللي بيتحرك فيها ستانلي، فبالتالي النقطتين دول، نقطه الدفاع المتكتل اللي ما فيهوش مساحات ونقطه الاثنين الباكات الطايرين لغايه قدام في منطقه الجناح، بتقول لك بمنتهى البساطه جدا ان ستانلي عمره ما كان هيظهر غير لما يكون جوه منطقه الجزاء، غير لما يستلم كوره عند منطقه الجزاء. والسؤال اللي بيفرض نفسه في الاخر، ستانلي استلم كم مره الكوره عند او في حدود منطقه الجزاء بتاعه طنطا؟ وعلى فكره ده مش بعيد برضو عن احمد جعفر مهاجم الفريق، يعني اللي برضو تشوف لما الزمالك بيلاعب صاحب المركز الاخير في الدوري والمهاجم بتاعه اصلا ما لمسش كوره، ده برضو حاجه غريبه جدا. رغم كده برضو مش بلوم على احمد جعفر، لان برضو لما اجي اقيم هقول احمد جعفر كمهاجم الكوره جات له استلمها كام مره في منطقه الجزاء او في حدود منطقه الجزاء، المناطق اللي ممكن يشتغل فيها. نقدر نقول بعد الماتش ما خلص ان طنطا نجحت انها تفرض اسلوب الخبط والرزع والقوه على الزمالك، والزمالك فشل في انه يفرض اسلوب المهاره ولعب الكره على طنطا. حد يقول لك طب ما ده طنطا كانت بتلعب بشغل مصارعه في مباراه ودي مش كره قدم. تعال نبص على النتيجه، هم استخدموا اسلوب معين يضغطوا
عليك. فواحد زي ايمن حفني مثلا كل كره معاه فاول، خلاص قتلوه خلوه بره المباراه مش موجود. ستانلي وبقيه الاسلحه هكذا برده، التحامات قويه فقدروا طنطا يفرضوا عليك الاسلوب ده، فافسدوا لك كل هجمه بتلعبها، فبالتالي بوظوا لعبك، فبالتاكيد هم نجحوا. في المقابل الزمالك طبعا عنده مهاره وعنده لعب كوره، لكن ما قدرش يستخدمه وانه يخترق طنطا او يعمل اي شيء بيه. لو اتكلمنا عن محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الزمالك، طبعا صعب جدا ما حدش يعجب بيه وبادائه. كان في ناس دايما تسالني بعد اول مشاركه او تاني مشاركه ليه مع الزمالك عن رايي فيه، كنت بقول انا هستنى شويه لما اتفرج عليه، لكن كل ما بتفرج عليه اكتر واحد يعني بيعجب بادائه اكتر. بيستلم كوره كويس، بيسلم كوره كويس، بيقدر يهدي رتم الفريق، بيعمل تمريرات صح، وكمان تمريرات طوليه متميزه. نقطه ومن اول السطر. لو هنتكلم بقى عن ان دونجا هيأدي دايما الدور اللي كان بيأديه النهارده اللي هو كلاعب وسط مهاجم، يبقى دونجا محتاج انه يتزقل قدام شويه. يعني دونجا شوفه بيزيد مع الهجمه يوصل لغايه منطقه جزاء الخصم مع الثلاثي او الرباعي الهجومي. زي كده فكره حسام غالي مع الاهلي، نص ملعب لكن مع الهجمه بيزيد لغايه منطقه الجزاء وبيشتغل مع الناس اللي قدام. لكن النهارده دونجا كان كل شغله اخره تقريبا لغايه نص الملعب مش بيعديه، دايما جنب احمد توفيق. وطبعا اللاعب الوسط ملعب الهجومي لازم ياخد حريه اكتر عشان يبقى بيأدي دوره صح، لانه لو ما عرفش يعمل الكلام ده، وطبعا الكلام ده راجع بنسبه 90% للمدير الفني هو اللي بيحط تحركات، يبقى دونجا هيبقى لاعب وسط مدافع بيجيد التمرير. ولو لعب جنب طارق حامد هيبقى فيه مشكله، لان الاثنين هيبقى شكلهم شبه بعض والاثنين مش بيزيدوا، الاثنين بيعملوا نفس فكره التمرير، ودي قلناها في ماتش الزمالك وانبي لما لعبوا جنب بعض. نقطتين بشكل سريع. النهارده ايمن حفني يعتبر قدم اسوأ المباراه ليه على الاطلاق مع الزمالك. يعني ايمن حفني متعود انه بيحتفظ بالكره دايما، لكن النهارده احتفاظه كان بيخليه يفقدها بسهوله جدا، ما كانش بيقدر يصنع فرصه، وكان دايما بيعطل هجمات الزمالك. تاني حاجه كابتن مؤمن سليمان عمل تغيير بعتبره غير موفق او غير منطقي بخروج شيكابالا. طبعا شيكابالا هو كان افضل الموجودين في المباراه، هو اللي كان بيمسك الكره لحد ما، واعتقد ان بالمنطق وبالعقل ان كان في ستانلي، كان في ايمن حفني، وكان في احمد جعفر، الثلاثه كان اسوأ من شيكابالا، وكان المفترض ان هم يتغيروا الاول وبعد كده فكر فكره شيكابالا. الله اعلم او مش عارف الكابتن مؤمن سليمان فكر في ايه. حقيقي فريق طنطا ان مباراتين ورا بعض تقال، وبيعمل معدل بدني وجري عالي جدا لاخر دقيقه في المباراتين بيجري. ضيف عليهم كمان ان فريق طنطا لما يمسك كوره ويمسك نص ملعب على الاهلي والزمالك ده اكيد حاجه كبيره جدا. اي نعم ما سجلش، لكن طبعا ده عشان امكانياته. بالنسبه للزمالك فزي ما قلنا في الحلقه المفتوحه اللي عملناها الاسبوع اللي فات، كابتن مؤمن سليمان راح الراحل، ماشي اقاله استقاله اي حاجه، هو ماشي خلاص، بس العمليه مساله وقت مش اكتر. وممكن لما تشوفوا الحلقه على اليوتيوب بعد ما اترفع ربما يكون طلع خبر اقاله مؤمن سليمان، او ممكن بعدها بيوم او بايام. وكمان هاتوا اللقطات دي وضيفوها على اللقطتين النهارده بتوع خروج شيكابالا وستانلي، الاثنين هم خارجين في التغييرات، بص على نظراتهم الاثنين، ما حدش فيهم مقتنع بانه يطلع بره الملعب، ودي نقطه محتاجه نربطها بكل الاحداث اللي بتحصل. نيجي بقى لسؤال الحلقه واللي بتفرضه الاحداث في الزمالك، هل مع اقاله مؤمن سليمان دلوقتي في الوقت الحالي وتعيين مدرب تاني، ولا شايف ان الوقت لا يمكن يسمح ان انا اغير مؤمن سليمان ولازم نصبر عليه، ولو يصبر عليه يصبر لغايه امتى؟ اعمل لايك واعمل شير، واوعى تنسى خليها دايما في الشبكه. ايه اتفضل. عليا الطلاق من بيتي يا احمد رفيق، لبطلك كور وهزقك على باب النادي من رجليك. طيب خلي انك تدخل عيل زي ده رد على رئيس الزمالك. تسكتلوش، اول ما يجي اديله بالبنيه على طول، محدش بيترفد غير بقرار وزاري بقى لعلمك يعني. سرحان عبد البصير، اول ما يجي تخلع الحزام وبالحته اللي فيها الحديده وعلى نفوخ وعدل. ما ينفعش يطلع يتكلم عليا يا احمد ايه الكلام اللي وصل لك يا احمد؟ ما هو رئيس نادي، انا برضك لعيب كبير وانا عليه اسمي برضك في النادي يا احمد. هو ما ينفعش، انا ما شفتش في النادي الاهلي مثلا عامه الباشمهندس محمود طارق يطلع يتكلم على لعيب من اللعيبه.